النهارده يا شباب هنتكلم عن عقد عمل في دولة السويد. يعتبر العقد دوت بشكل دايم، هو وظيفة وهيديك مرتب هناك وإقامة في البلد. والعقد ده يا جماعة تبع منظمة اليونيسيف، وطبعا احنا عارفين منظمة اليونيسيف هي تبع الأمم المتحدة، والتقديم اونلاين ومجانا، مش حاطين ميعاد طبعا لانتهاء التقديم، ومطلوب عدد كبير يا جماعة، يعني فرصة لأي حد يقدم عليها. هنعرف كل التفاصيل، بس الأول لو انت أول مرة تشوفنا وحابب تكون معانا في قلب القناة، يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة يا جماعة نتكلم عن فرصة لأي شاب عايز يسافر فيها السويد بدون شرط طبعا اللغة ولا الحساب البنكي. عشان كده حبيت اقدم فرصة النهاردة اللي هتساعدك ازاي ان انت تسافر دولة السويد بدون شرط اللغة وبدون شرط الحساب البنكي، اللي بيعتبر من الاوراق الصعبة اللي بعض الشباب طبعا بيعاني منها، خصوصا لو هو لسه هيبتدي سفر يا جماعة. فرصة النهاردة برضو يا جماعة التقديم فيها مجانا، والعدد المطلوب يا جماعة مش محدود، والتقديم إلكتروني يعني وانت ببيتك، مش مطلوب منك بقى تروح السفارة، يعني تقدر تقدم من موبايلك. برضو فرصة النهاردة يا جماعة توفر لك راتب شهري وإقامة دايمة هناك في حالة إن هو تم قبولك هناك. العمل برضو مع شركات عالمية. الفرصة ديت يا جماعة موفرها لك منظمة اليونيسيف اللي هي تبع الأمم المتحدة في دولة السويد. المطلوب منك لما تيجي تقدم برضو إن أنت هتقدم يا جماعة بالسيرة الذاتية، وتخش تملأ الطلب أونلاين، والتقديم ببلاش، وتعتبر متاحة لجميع الجنسيات العربية ولكل الأعمار، يعني مش محددين فيها السن. تعالوا نعرف ايه بقى هي الشروط اللي هتطلب منك لما تيجي تقدم على فرصة زي دي. اولا كده يا جماعة لو معاك شهادة جامعية مع خبرة سنتين في مجال الابتكار والابداع. يعني ايه الابتكار والابداع برضو يا جماعة؟ انت راجل بتعرف تفكر، ان انت تقدر تحط حلول جديدة لأي مشاكل، ان انت بتحط اي فكرة جديدة لابداعات لأي طبعا موضوع، ودي تعتبر من العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية. تاني حاجة يا جماعة ان انت لو معاك خبرة في مجال زي ما قلنا الابتكاري او المجال الابداعي في بلدك، او عملت مشاركة قبل كده دولية وطرح أفكار جديدة، تقدر برضو تقدم بيها. تالت شرط يا جماعة لو انت بقى معاك ماجستير أو دكتوراه، مش هتطلب طبعا منك اللي هي شهادة الخبرة، يعني وخصوصا في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. ودي طبعا كل الشروط اللي أتاحتها اللي هي منظمة اليونيسيف. وزي ما قلنا يا جماعة خطوات التقديم بسيطة جدا من بيتك ومن موبايلك، يعني مش مطلوب منك بقى ان انت تروح السفارة. تاني حاجة برضو يا جماعة مش مطلوب منك لغة، ولا مطلوب منك فيها كشف حساب بنكي، وملهاش سن محدد، والتقديم يا جماعة ببلاش. وانا طبعا يا جماعة اسيب لكم الرابط في قلب صندوق الوصف، عشان الناس اللي هي حابة تقدم على طول تقدر تدخل على صندوق الوصف وتقدم اونلاين يا جماعة. بالتوفيق للجميع بإذن الله، ولو في اي استفسار تنسبونا في قلب التعليقات، وانا في اقرب فرصة ارد عليكم. وشكرا لكم وبس كده.